ما تحاولش تكون النسخة الأسوأ علشان كنت في علاقة مؤذية. ليه مصمم تطلع وحش؟ ليه مصمم تطلع ان انت انسان مؤذي رغم ان انت انسان كويس؟ جماعة بجد النقطة دي خدوا بالكم منها قوي. لما حد يكون في علاقة مؤذية ما تحاولش تندم ان انت كنت تعمل حاجات حلوة للشخص ده. هو ما قدرش، دي مشكلته مش مشكلتك انت مشكلتك ان انت عايز تمنع نفسك ان انت تبقى كويس لمجرد انك كنت مع شخص غلط. ليه بجد؟ ذنب الناس اللي هتكون في حياتك بعد كده ايه؟ خرج الحلو اللي جواك بس للناس الصح، للناس اللي تستاهله. ما تحاولش تندم على حاجة حلوة انت عملتها، ما تحاولش تبقى انسان سلبي، ما تحاولش تبقى انسان مؤذي علشان انت كنت مع حد مؤذي. خليك على طبيعتك وخرج مشاعرك للناس اللي تقدرها مش للناس المؤذية. انت مع الوقت بتكون انت السيء في رواية احدهما، فمش علشان هم كانوا وحشين معاك اطلع انا كمان وحش وندل مع ناس تانية. كل حاجة انت بتعملها وبتقدمها حلوة راجعة ليك، راجعة لشخصيتك انت، راجعة لطبعك انت. فلو انت غيرت كل ده انت حرفيا مش هتحب نفسك، حرفيا هتقول انا ليه بقيت كده، ليه بقيت شخص مؤذي كده. فلو دخلت علاقة واتأذيت نفسيا منها اتعافى الاول علشان ما تاخدش نفس الصفات اللي انت اكتسبتها من الشخص ده. حافظ على النسخة الاحلى ما فيك لانك هتقابل شخص يستاهل النسخة دي.